شكله كده هيحصل العربية اللي كان راكب فيها. العربية اللي كان راكب فيها التسجيل ده اتباعت خردة، وزمانها دلوقتي اتعملت أسلاك تسييح حديد. التسجيل ده بقاله أكتر من 15 سنة مع أخويا، وبيتنقل معاه من عربية لعربية. كل ده عشان كلمة ماليزيا اللي على التسجيل. مفكر إن التسجيل ده مفيش ولا قبله ولا بعده، لحد ما التسجيل قال له أنا آسف مش هقدر أكمل. يلا بينا نشوف التسجيل ده هيشتغل ولا هيحصل العربية. جبت الباور سبلاي اللي احنا كنا عاملينه في فيديو قبل كده، وانت لو مهتم كنت عرفت لوحدك، وظبطناه على 12 فولت، ودورنا على المخارج بتاعة التسجيل الأرضي والكهرباء، وابتدينا نوصل عليه. لقينا التسجيل عمل زي محمد سعد في فيلم بوحة، جاله مرض كلابي وبقى عمال يرمش كده. وهنا كان لازم نتدخل ونفتح الجهاز. لقينا الجهاز طبعا متغرق كله متلزق بأمير. قلنا نحل الوش ونشوف هل السوكت ده ممكن يكون هو اللي مش موصل كويس، عشان كده لما بنضغط عليه بيقعد الجهاز يشتغل ويطفي معانا. جبت الآف وقعدت أقيس كل المسارات اللي على البوردة عشان أعرف السوكت شغال وواصل بالبوردة ولا لأ، وطلعت كل المسارات واصلة على البوردة وما فيهاش أي مشكلة. ولو وصلت لحد هنا وعايز تشوف الفيديو كامل، دوس على العلامة اللي تحت اسم الفيديو عشان تعرف التسجيل اشتغل ولا هيتحط في الآخر في كيسة سودا ويروح لأخويا.